وبعد ما قفلت جميلة التليفون مع حسين، خرجت من أوضتها وقعدت في الجنينة تفتكر المكالمة كلها وتضحك على كلامه، لحد ما اتفاجئت بشادي قدامها. شادي، انت هنا من امتى؟ من بدري أوي يا دكتورة، وانتي مش حاسة بيا خالص. ايوه، اصلي كنت سرحانة شوية، معلش. خير؟ في حاجة؟ قوليلي لو زعلك في حاجة خطيبك ده. لا خالص، بالعكس، ده حتى احنا خلاص اتفقنا على كتب الكتاب بكرة ان شاء الله. كمان؟ بسرعة كده؟ ما هو بابا لازم يعمل العملية بعد بكرة، ومفيش حل تاني قدامي غيره. أيوة، بس انتي متأكدة من حسين ده كويس؟ ما تفكري تاني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وكمان مش كنت من شوية بتقولي اني بقيت اختك، وانك شلت فكرة الجواز مني دي من دماغك؟ أيوة، بس بصراحة بصراحة ايه؟ ما تتكلم. مش عارف. مش عارف ايه؟ ممكن اعرف انت ايه اللي رجعك تاني هنا؟ ايه، انت مراقبني ولا ايه؟ أنا بس نسيت موبايلي ونزلت أخده، ادي كل الحكاية. طيب اتفضل بقى اطلع اوضتك. اوكي، طالع خلاص، ما تزقيش. بني ادم غريب، ايه ده؟ وعدى الليل وجه اليوم التاني. كانت جميلة واقفة قدام الدولاب بتختار الفستان اللي هتلبسه في كتب كتابها، ودخلت عواطف وبصت على الأوضة ولقيتها مليانة هدوم ومنعكشة على الآخر. ايه ده؟ في ايه؟ مش عارفة اختار حاجة البسها النهاردة، ودماغي مشوشة خالص. بتضحكي يا دادا؟ اصل بصراحة فكرتيني بأيام زمان لما كنت صغيرة وتقفي قدام دولابك ومحتارة تختاري انهي فستان تخرجي بيه. طيب تعالي بقى ساعديني. طب تعالي بس انت كده وانا هقولك هتلبسي ايه. أما انشراح كانت في أوضتها وبتدخن بشراهة وبتفكر في حاجات كتير، وفجأة جالها تليفون وردت عليه. الو، ايه الاخبار؟ لا لا، مش عاوزة حد ياخد باله خالص. ايوه، تمام كده. لا، لسه في البيت. العروسة بتلبس جوه، مش فاضية لينا. اهم حاجة دلوقتي مش عاوزة حد يحس بأي حاجة، فاهمني؟ كويس قوي. لا اطمن، في الشركة لينا فيها عيون كتير. لا لا لا، ما تقلقش، كله تمام. هقفل أنا دلوقتي علشان أحضر نفسي لكتب كتاب الأميرة جميلة. سلام. ويعدي الوقت وتروح جميلة المستشفى هي وعواطف، تلاقي حسين هناك، اللي أول ما شافها بصلها من فوق لتحت بإعجاب شديد. ازيك يا عروستي؟ ايه القمر ده كله؟ جميلة كانت دقات قلبها عالية ومكسوفة قوي، وما كانتش عارفة ايه السبب. مالك؟ في ايه؟ جميلة وشها كله جاب ألوان لما قرب منها، وكمان البرفيوم بتاعه كان حلو قوي، وعواطف حست بيها. احنا هنطلع للباشا فوق، ابقى حصلنا لما يجي المأذون. الله، تنت، مفيش طيب ازيك ولا حاجة يا تنت؟ ده انت خلاص شوية وهتبقي في مقام حماتي. حماتك؟ اهو ده اللي ناقص، قال حماتك قال. جميلة دخلت مع عواطف جوه المستشفى، والكل قرب منها وابتدى يبارك لها. كانت منهم دكتورة كانت صاحبتها أيام الجامعة. ازيك يا عروستنا؟ ازيك يا نهال، عاملة ايه؟ الحمد لله، الف مبروك. الله يبارك فيكي، عقبالك. يلا يا جميلة، عاوزين نطلع للباشا. حاضر يا دادا، بعد إذنك يا نهال، وعقبالك يا حبيبتي. ميرسي، ان شاء الله يا اختي. مشيت نهال شوية وشاف الدكتور وليد في أوضته. نهال، احنا في المستشفى. طيب وفيها ايه يعني؟ فيها كتير، يلا اخرجي دلوقتي قبل ما حد يلاحظ حاجة. وانت من امتى بتخاف من كده؟ شكلك نسيت ايه اللي كان بيحصل هنا دايما. يا نهال افهمي، الأيام دي مش المفروض نقابل بعض كتير. ليه يعني؟ هو ايه اللي جد؟ انتي بقيتي غبية ليه؟
غبية علشان بحبك يا وليد. مش وقته الكلام ده. بقولك ايه، روحي دلوقتي وبالليل نبقى نكمل كلامنا. وانت مالك مستعجل كده ليه على مشي من هنا؟ ولا تكونش مش عاوزني اشوفك وانت زعلان؟ زعلان؟ وهزعل من ايه؟ علشان يعني خلاص البيضة اللي كانت هتبيضلك دهب خلاص هتتجوز النهاردة. ليه تاني مرة بقولك اخرجي من الأوضة وبالليل نبقى نكمل كلامنا. اوكي همشي وهستناك بالليل يا وليد. غبية وهتضيع كل اللي بعمله في ثانية. وجميلة قعدت جنب باباها في الأوضة وقالت له إن حسين تحت في جنينة المستشفى ومعاه قرايبه ومستنيين المأذون يجي. أفهم من كده إنك موافقة إن يتكتب كتابك النهاردة؟ أيوة يا بابا. طيب وليه الاستعجال ده بس؟ ما كنا نستنى كمان شوية على الأقل تاخدوا على بعض وتعرفوا بعض أكتر. ما هو عارفين بعض يا باشا. انت ناسي ولا ايه؟ لما كانوا سوا في كندا. انا بقول خير البر عاجله، ومادام كده او كده هيكتبوا الكتاب، يبقى ليه بقى التأخير؟ يعني انت شايفة كده يا عواطف؟ ايوه يا باشا، بس طبعا الامر امرك في الاخر. أيوة يا بابا، وكمان حسين جاله شغل في بداية الأسبوع الجاي، يعني لازم يكون برا مصر الأيام الجاية. طيب على خيرة الله. أمال فين انشراح وشادي؟ زمانهم جايين يا بابا. وجات لمياء صاحبة جميلة علشان تحضر كتب الكتاب. مساء الخير. لمياء، كنت هزعل قوي لو مكنتيش جيتي. وهو انا اقدر برضو يا قلبي؟ ازيك يا عمو؟ اخبار صحتك ايه؟ الحمد لله يا بنتي. ازيك انتي وازاي عادل خطيبك؟ الحمد لله تمام. مش عارفين نشكرك والله يا عمو ازاي على اللي عملته مع عادل. أنا ما عملتش حاجة. عادل شاطر ومجتهد، وأي مستشفى تتمنى إنها تعينه. ايه الجمال ده كله؟ انا ما كنتش فاكرة اننا حلوين وامارات كده. بس بقى بطلي كلامك ده. قوليلي صحيح، اللي بالك شافك ولا لسه؟ أيوة يا أختي شافني. واو، اموت واشوفه بجد اللي خطف قلبك اخيرا ده. وبعد شوية جت انشراح وابنها شادي ووائل كمان علشان يكون شاهد على العقد زي ما طلب منه بدران هو ودكتور منتصر. وأخيرا جه حسين والمأذون واتكتب الكتاب. وبعد كتب الكتاب أخدت انشراح ولادها ومشيت، وفضلت عواطف مع جميلة وحسين. ألف مبروك يا حبيبتي. الحمد لله إن ربنا ادالي العمر علشان أكون معاكي في اللحظة دي. ربنا يخليك ليا يا بابا. حسين، مش هوصيك على جميلة تحطها في عيونك وتحافظ عليها؟ اطمن يا باشا، جميلة في قلبي قبل عيوني. باشا؟ لا بقى، انت من هنا ورايح تقول لي يا عمي. حاضر يا عمي. الف مبروك يا حبيبتي، وربنا يتمم لك على خير. تسلمي يا دادا. وانا ماليش مبروك ولا ايه يا تنت؟ ده انا حتى العريس. للأسف للأسف انت العريس. مبروك يا عريس. لا، وحشة وحشة يا تنت، طالعة من غير نفس كده. ولا عدي ليلتك دي. حاضر يا تنت، هعديها. مش يلا بقى يا جميلة علشان نسيب الباشا يرتاح. طيب خليني معاه شوية يا دادا. لا كفاية كده، ويلا قوموا روحوا بقى. طيب حاضر، اللي تشوفه يا بابا. هكون عندك بكرة من بدري علشان أصبح عليك قبل ما تدخل العمليات. إن شاء الله يا حبيبتي. ممكن بقى تمشوا وتسيبولي حسين شوية؟ ليه يا بابا؟ في حاجة؟ لا مفيش، عاوز بس أقوله كلمتين على انفراد. ماشي يا بابا، بس كلمتين وبس علشان غلط عليك. حاضر يا جميلة، اطمني. يلا بقى خديها يا عواطف واستنوا بره. خلي بالك عليه وبلاش تتعبه أرجوك. ما تقلقيش. وخرجت جميلة وهي هتموت من القلق على باباها. مالك يا حبيبتي بس؟ عاوز أعرف هو هيقوله إيه. دلوقتي هتعرفي من حسين لما يطلع من عنده. وبعد شوية خرج حسين. ايه في ايه مالكوا؟ بتبصولي كده ليه؟ بابا كان بيقولك إيه جوه؟ كلام عادي يعني. أيوة، اللي هو إيه يعني؟
الكلام العادي ده. في ايه يا جميلة؟ بقولك كلام زي اي كلام، بيوصيني عليك يا ستي. يا سلام، ما كان يوصيك وانا موجودة. هو بقى حب يوصيني وانتي مش موجودة، اقول له بلاش؟ جميلة بصت له وهي مش مصدقاه، وحاسة ان في حاجة تانية وهو مش عاوز يقولها. يلا ولا هنبات النهاردة هنا؟ اتفضل يلا نمشي. لا والله ابدا، انت الاول، ليديز فيرست يا زوجتي الجميلة. اولا اسمها ليديز فيرست، ثانيا ايه زوجتي الجميلة دي؟ ايه، مش انت بقيتي مراتي ولا ايه؟ لا طبعا، دي تمثيلية وانت عارف كده كويس. يا ستي عارف، ما تفضليش تقوليلي كده كل شوية، انا ما عنديش زهايمر. حسين، وبعدين معاك. عيون حسين وقلب حسين، ملكك يا جميلة الجميلات. لا 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 لا، انت مش ممكن ابدا. انت سامعة يا دادا؟ الله، هي راحت فين؟ اهربي اهربي، هتروحي فين يا جميل يا قمر انت؟ مسيرك هتقعي بين ايديا، وساعتها مش هتعرفي تهربي يا قطة. يا رب اشفي بابا يا رب، قومه بالسلامة، انا ما اقدرش اعيش من غيره. الله، انت ما نمتيش ولا ايه؟ لا يا دادا، انا قلقانة قوي. ان شاء الله خير يا حبيبتي. ها يا دادا، جهزتي ولا لسه؟ هنروح من دلوقتي؟ ده لسه بدري قوي. معلش يا دادا، عاوزة اقعد معاه شوية قبل ما يدخل اوضة العمليات. خلاص ماشي، روحي انت بس اتوضي وصلي ركعتين وادعي له ربنا يقومه بالسلامة وغيري هدوم. حاضر يا دادا. الله، ايه الصوت ده؟ مش عارفة، روحي شوفي مين يا دادا. فتحت حسنية الشغالة ولقت حسين. صباح الخير، ممكن تندهيلي جميلة؟ نقول لها مين حضرتك؟ جوزها. اقول لها مين؟ انت طرشة ولا ايه؟ بقولك قوليلها جوزها. طيب ثواني. لا، روحي يا ماما اندهيلها وانا هدخل استناها جوه. مين يا حسنية؟ ده واحد عايز الست جميلة. واحد؟ مين الواحد ده؟ بيقول جوزها. ايه؟ طيب روحي انت دلوقتي. اروح اندهلها؟ بقولك روحي انت دلوقتي. حاضر يا هانم. انت ايه اللي جايبك بدري كده؟ الواحد يقول الاول صباح الخير ولا ايه؟ رد على السؤال، ايه اللي جايبك بدري كده؟ انا مش شايف بدري يعني، وكمان انا جاي لمراتي مش لحد غيرها. وانا هنا عمتها، الامر الناهية في البيت ده كله. يبقى اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل امشي دلوقتي، ولما تبقى تصحى من نومها هبقى اعرفها انك جيت. هو حضرتك مش سامعاني؟ بقولك انا جاي لها ومش همشي الا معاها. شكلك كده سمعك تقيل شوية. ايه؟ انت قليل الادب ومش متربي. وانا بقى علشان محترم واهلي ربوني مش هرد عليكي. ايوه، ما هو باين انك متربي، انت عديم الرباية اساسا. الله، حسين، صباح الخير. في ايه مالكو؟ مين اللي قال للبني ادم ده يجي بدري كده؟ هو حصل حاجة يا ست انشراح؟ انت ما بتفهميش يا ولية انت ولا ايه؟ بقولك مين اللي اذن له ان يجي في الوقت ده؟ انا يا عمته، انا اللي قلت له يجي. ما قلتليش يعني انه جاي؟ ايه، ملكيش اهل تستأذنيهم ولا ايه؟ انا استأذنت من بابا امبارح. ده غير انها بقت مراتي شرعا وقانونا. انت تخرس خالص، مش عاوز اسمع صوتك. ليه يعني؟ اخرس في ايه ده كله؟ اهدى يا حسين من فضلك. انت مش شايفاها بتتكلم ازاي؟ معلش علشان خاطري اهدى. والله شيء جميل يا ست جميلة. في ايه بس يا عمته؟ في ايه؟ انت من اول يوم جايبة عندي هنا يقاوح فيا. عندك فين يا عمته؟ ده بيت بابا على فكرة. وانا ما قلتش غير كده، بس برضو المفروض البيت ليه حاكم تاني غير بدران. هيبقى بنته بقى، مش اخته يا تنت. ايه تنت دي؟ ما تحترم نفسك شوية. وهو انا قلت ايه يعني؟ ما انا محترمك اهو وبقولك يا تنت. خلاص بقى من فضلك يا حسين، ويلا علشان نروح لبابا. اوكي يا حياتي، يلا بينا. ايه يا عمته، انتي مش جاية ولا ايه؟ جاية فين؟ وانت هتروحي البدران بدري كده ليه؟ انتي ناسية ولا ايه يا عمته؟
النهاردة عملية بابا، يعني كلنا لازم نكون جنبه. وما قلتليش ليه؟ ولا أنا آخر من يعلم في كل حاجة؟ أظن دكتور منتصر قال امبارح بالليل قدامنا كلنا إن العملية هتتعمل النهاردة الساعة 8. أيوة، طيب، هطلع صحي شادي وأحصلكوا على هناك. ماشي يا عمته، يلا بينا يا دادا. دادا. أيوة يا حبيبتي، أنا جهزت خلاص، يلا بينا. وفجأة دخل شادي من باب الفيلا وهو بيتطوح. ايه ده؟ انتوا هنا؟ لا هناك. مين ده؟ ده شادي ابن عمتي. ها، اللي نايم فوق. إيه اللي جايبك دلوقتي يا زفت؟ لينا كلام تاني بعدين. يلا روح اطلع على أوضتك. صباحو يا معلم. انت لسه جاي من بره دلوقتي؟ لا لسه ما جيتش. حلاوته، لسه جاي؟ يعني مش نايم فوق يا تنت؟ لأ طبعا، ابني كان بيعمل رياضة الصبح. يلا يا شادي، اطلع على أوضتك، غير علشان تروح الشركة وانت فايق. ايوه، ما هي رياضة الصبح باينة عليه قوي. مش يلا يا جميلة ولا ايه؟ أيوة يلا بينا. ابقي اعملي له بقى قهوة بن كتير سكر قليل علشان يعرف يفوق. سلام يا تنت. ما بقاش إلا من هب ودب يتكلموا على ابني، ما هو اللي جاب الكلام لروحه. إن ما وريتك يا شادي. وجميلة وعواطف ركبوا العربية مع حسين علشان يروحوا البدران. ممكن أعرف أنت إيه اللي جابك دلوقتي؟ وفيها ايه يعني لما اجي؟ فيها إني ما قلتلكش تعالى، ولا حتى أنت قلتلي إنك جاي. والله، وهو لازم اخد الاذن كمان لما احب اجي اشوف مراتي؟ حسين، 1000 مرة قلتلك أنا مش متجوزاك بجد، كل ده لعب في لعب، تمثيل يعني. تمام. هو إيه اللي تمام؟ كلامك تمام. انا اللي غلطان يا ستي. ما تزعليش نفسك بس، وخلينا في اللي احنا فيه. عندك حق، أهم حاجة دلوقتي هي صحة بابا. وفي أوضة بدران. مش هوصيك على جميلة بقى يا حسين. ممكن بقى بلاش الكلام ده؟ ممكن انت بقى بلاش دموعك دي. عاوز ادخل العملية وانا شايف ابتسامتك. طيب وعدني إنك هتخرج لي بالسلامة. كله بأمر الله ومشيئته يا جميلة. ونعم بالله. وبعدين بقى، عمي عاوز يشوف ضحكتك قبل ما يمشي. يلا، مستنية ايه؟ ولا خليكي تضحكي بطريقتي؟ طريقة إيه دي بقى؟ أزغزغك مثلا. كوتي 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 كوتي. وابتسمت جميلة فعلا على جنان حسين. شفتي يا عمي ضحكتها جميلة ازاي؟ شفت واطمنت عليها كمان. ربنا يسعدكم يا ابني. وجوم الدكاترة والممرضين علشان ياخدوا بدران لأوضة العمليات، وجميلة منهارة. اهدي بقى يا جميلة، وبلاش اللي انت بتعمليه ده علشان يدخل وهو مطمن عليكي. أيوة يا حبيبتي، ادعيله وبلاش العياط ده. مش قادرة يا دادا، أنا خايفة قوي. ما تخافيش، ان شاء الله هيقوم منها. بجد هيقوم منها؟ ان شاء الله. يا رب. حسين كان لسه باصص في عيون جميلة. انت بتبصلي كده ليه؟ اصلك حلوة قوي حتى وانت بتعيطي. امال دادا راحت فين؟ راحت تجيب لك ليمون. ايه بتبصلي كده ليه كمان؟ ووشك كمان لما بيحمر كده بتبقي جميلة فعلا، يعني اسم على مسمى. على فكرة لو ما بطلتش كلامك ده. ايوه، هتعملي ايه يعني؟ جميلة بصت له وهي مش عارفة ترد عليه. بقولك ايه، ما تيجي نقعد نقرا قرآن سوا وندعي ان عمي يخرج لنا بالسلامة. وهو انت بتعرف تقرا اصلا؟ ايوه طبعا بعرف. انت فاكراني جاهل ولا ايه؟ لا ابدا، بسأل سؤال عادي. هو انت دارس ايه؟ ها، فين المصحف علشان نقرا فيه؟ جميلة لاحظت انه بيغير الموضوع واستغربت، منين حرامي ومنين بيقرا قرآن؟ ايه، انت هتفضلي بصالي كده؟ انت مين بالظبط؟ مين ازاي يعني؟ عاوزة اعرفك اكتر، انا لحد دلوقتي معرفش غير اسمك. لا، وكمان وظيفتي انت عارفاها كويس. اه حرامي. هنغلط بقى.
لا أبدا والله ما قصدتش. وحتى اغلطي براحتك، أنا مسامح. ويلا بقى تعالي اقعدي علشان نقرا سوا. وقعدت جميلة جنب حسين وجابت مخدة وحطتها في النص ما بينهم ايه اللي عملتيه ده؟ علشان أعرف أقعد. طيب ماشي يا ستي، مادام ده هيطمنك. يا اخواتي على الابتسامة النونو دي، سكر. حسين هطلعك بره الأوضة. لا خلاص خلاص، انا هقرا في المصحف بتاعي ومش هتكلم خالص. وفعلا بدأوا يقروا قرآن، وكل ما جميلة تقلب الصفحة تخطف نظرة على حسين، لأنها ما كانتش مصدقة إنه بيقرأ قرآن وفاكراه بيمثل، واندهشت أكتر لما سمعت صوته وهو بيرتل. كان صوته جميل قوي. وبعد شوية جت عواطف وجابت الليمون لجميلة. ايه ده يا دادا؟ ده ليمون يا حبيبتي. ليمون ايه؟ ده طعمه متغير وحتى شكله غريب. ما هو ليمون بالنعناع. يعني ايه يا دادا؟ ما انت عارفة اني مبحبش النعناع. حسين هو اللي قال عليه علشان يروق دمك. كنت تسأليني الأول يا دادا. طب اشربي بس حبة تاني، صدقيني هيعجبك أوي. أنا كنت زيك كده، بس لما دقته لقيته طعمه جميل، وكمان بيروق الدم وبيريح الأعصاب. مش هشرب. صدق الله العظيم. في ايه؟ مش عاجبها الليمون بالنعناع اللي قلتلك جيبهولها. ليه؟ ده جميل قوي ومفيد علشان دمك. أنا كويسة، وكمان مش انت اللي هتفهمني ايه المفيد وايه اللي مش مفيد ليا. خلاص يا ستي، ولا تزعلي نفسك خالص، انا هشربه انا. انت بتعمل ايه؟ هشربه انا طالما انتي مش عايزاه. ايوه بس الكوباية دي بتاعتي. مش انتي مش عاوزاها، خلاص خليها ليا اهي تفيدني شوية. هو بجد حلو يا دادا؟ أوي أوي يا قلب الدادة. جميلة أخدت الكوباية من حسين. ايه ده؟ احنا هنحمرق ولا ايه؟ ايه الحمرق دي؟ انت ايه مش ناوي تبطل كلامك ده؟ هاتي بس كوباية الليمون بتاعتي. لا دي بتاعتي أنا. ما انتي ما كنتيش عايزاها. رجعت في كلامي عادي يعني. لا مش عادي، هاتيها بقولك. الحقيني يا دادا، عاوز ياخد كوبايتي. وعواطف كانت فرحانة بيها قوي، وهي شايفاها بتهزر وبتضحك وحاسة بيها وبإحساسها. خلاص بقى يا حسين، سيب لها كوباية الليمون بتاعتها. ماشي يا دادا، علشان خاطرك انتي وبس. حبيبتي يا دادا. عواطف حست بإن جميلة ابتدت تعجب بحسين، لأنها زي أي أم بتحس باللي في بال بنتها. وفي الوقت ده دخلت عليهم انشراح. انتوا هنا؟ لا هناك يا تاني.